السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة احنا هنتكلم عن الست العجوزة في المنام، أو المرأة العجوزة في المنام، اللي احنا على طول بنشوفها، المجهولة أو اللي احنا نعرفها وبتجيلنا في المنام. الست اللي هي المجهولة في المنام لما بتجيلك دي دنيا، تبقى حاجة انت مستنيها او حاجة انت عايزها ومش كنت متوقع ان هي هتجيلك او ان هي هتجيلك. ليه؟ لانك انت ما تعرفيش الست دي، فبيبقى رزق وحاجة جايلك من الله من حيث لا تحتسبي، وحسب جمال الست العجوزة دي. ان كانت ست عجوزة بشوشة ووشها بشوش كده وكويسة وهدومها منظمة وست كويسة، فده رزق وخير جايلك وحاجة كويسة جدا جايالك. دي الست المجهولة العجوزة. طيب لو ست انت تعرفيها وعجوزة، حسب برضك شكلها، لو حلوة وكويسة دي ربنا برضك هيسعدك وربنا يدخل عليكي خير ورزق وفرحة. الست بقى لو جاتلك وانت عارفاها وعارفة اسمها، زي سعادة، تيسير، صفاء، دعاء، ده حسب الاسم اللي جايلك. اعرف ان دعاء ربنا دعوة انت هتستجاب لك، تيسير ربنا ييسر لك امر، سعادة ربنا هييسر لك السعد والهنا، حسب اسمها وحسب شكلها في المنام. اما لو ست قبيحة المنظر ومش كويسة، فاعرف ان ده حاجة كويسة داخلة عليكي، او انت هتمشي فيها او انت هتعمليها وانت مش عارفة الست دي في المنام. تمام يا جماعة؟ دي رؤية الست العجوز. لان الست العجوزة يا جماعة لما بتيجي في المنام هي دنيا دنيا، ودنيا جالك بالخير والرزق. لو انت ما تعرفيهاش وماشية معاها، اعرفي ان ربنا ييسر لك امر كنت فاقداه ونسياه، شغل جايلك من حيث لا تحتسب، وظيفة جايلك من حيث لا تحتسب، ميراث جايلك من حيث لا تحتسب، حاجة كنت افتقدتها ومش ما فيش عنها اي اخبار، بس ان شاء الله ربنا يرد لك ده في الست العجوزة اللي انت ما تعرفهاش وانتوا ماشيين معاها في المنام. اما لو انتوا تعرفوها فده بقى حسب شكلها زي ما انا قلت، وحسب هدومها ولبسها، وحسب اسمها في الرؤية. تمام يا جماعة؟ والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.